السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين وأجر على الله. مجلس النواب الدورة دي ريحته وحشة قوي قوي، بيفكرني بمجلس النواب بتاع أحمد عز بتاع 2010 اللي اتحل. وابتدت الحكاية لما طلعت الست بتاعت حزب حماة وطن، قالت لك أنا طلبوا مني 25 مليون جنيه عشان يدوني كرسي في الحزب، في كرسي في البرلمان، الحزب اللي طلب منها. وطلعت بعد كده اللجان، ودي ست مجنونه وده ما حصلش واحنا ما قلناش كده وبتاع. يشاء السميع العليم يطلع الدكتور حسام بدراوي، دكتور حسام بدراوي البرلماني المعروف، يقول لك انا طلبوا مني 70 مليون جنيه. بجد بجد يعني احنا مش مصدومين، بس اقول لكم اللي كان بيحصل زمان واللي بيحصل دلوقتي. زمان كان النائب ينزل الدايره يقول لك ايه، بيرشي اهل الدايره زيت وسكر وبتاع وفلوس، ويرش على اهل الدايره. الاحزاب الدوره دي اختصرت الموضوع، قالت له تعالى يا عم انت لسه هتنزل وتقعد تبوس وتحضن وبتاع، يا عم كبر دماغك، احنا هناخد منك 50 60 70 مليون جنيه على حسب مقدره كل واحد فيهم وعارفينه، هناخد منك الفلوس دي للحزب، وكده كده انت ضامن الكرسي خلاص. ولا تنزل ولا تعمل يفط ولا تجيب ولا ترشي ناخبين، الموضوع كله بتاعنا، الدفاتر بتاعتنا والارقام بتاعتنا، مفيش مشكله. الارقام بتاعتنا زي ما قال لهم خالد صالح، اي حد عايز ينزل، انما ينجح ازاي دي بتاعتنا احنا بقى. فالموضوع النجاح ده خلاص مضمون. لما طلع مجدي الجلاد من كام يوم مع عمرو اديب، قال له 99% من الناس اللي نازله ضمنت النجاح، اللي هم في القائمه الوطنيه والناس اللي نازله على قوائم الاحزاب الفردي ضمنوا النجاح. ما الناس دي اللي دافعه يا باشا، الناس دي اللي دافعه، اللي دافع 50 واللي دافع 70 واللي دافع 100، الناس دي ناجحه. اللي بيصعبوا عليا بقى الناس المستقلين اللي عندهم امل، والله العظيم بيصعبوا عليا. عندهم امل ان الناس تنزل، ما هي الناس لما بتسمع الكلام ده ما بتنزلش. يعني مجدي الجلاد بيقول لمصطفى بكري، اصل الحوار ده واكل دماغي قوي. مجدي الجلاد بيقول لمصطفى بكري انت حاسس ان في انتخابات؟ يرد مصطفى بكري يقول له ايه، وهو دي مشكله الحكومه ولا القياده السياسيه؟ دي مشكله الشعب. ما هو الشعب لو عنده ثقه، الشعب لو عنده ايمان بان صوته ده هيفرق وهيجيب النائب اللي هو عاوزه، هينزل ويديله. اتعلموا من بره يا جماعه، اتعلموا من بره. ممداني ده اللي نجح في امريكا نجح بصوت الشعب. ترامب اللي فاكر نفسه اله ما عرفش يعمل حاجه، والراجل نجح غصب عنه. يا جماعه النائب ده اللي دافع في الملايين عشان ينجح، هو دافع الملايين دي ليه؟ ما سالتش نفسك السؤال ده؟ يعني اللي دافع له مثلا هنقول بقى الوسط كده 50 مليون جنيه، هيرجعهم في 4 سنين كام؟ ما هو ده رجل اعمال بيدفع عشان الفلوس ترجع له. هترجع له كام في 4 سنين؟ اكيد 500 مليون. مفيش كلام. ما هو النائب، ما هو بيشتري ايه؟ النائب بيخش بيشتري الحصانه. الحصانه اللي بتقول ان بيته ما يتفتش، الحصانه اللي بتقول ان عربيته ما تتفتش، الحصانه اللي بتقول ان هو لما يخرج بشنط ما تتفتش ويرجع بشنط ما تتفتش. امال بيعمل فلوس، هيجيب الفلوس منين؟ ما هي دي مش تجاره. تعالى كده يطلع رئيس الجمهوريه يقول ايه، مفيش حصانه، وكتاب الله الكرسي مش هيجيب 50 جنيه مجلس النواب، وهتلاقي نواب بجد بقى، هتلاقي نواب بجد تدافع عن الشعب. انما انت مدخل نائب دافع ملايين. هو النائب اللي دافع ملايين انا استجري اروح له الدايره واقول له انا ليا طلب، انا ليا مظلمه؟ يا عم روح، انا داخل بفلوسي يا باشا، انا داخل بفلوسي، انت مين انت؟ فللاسف المواطن ما عندوش ثقه في مجلس النواب اللي جاي ده ولا اللي فات. وبعدين داخليا انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ يعني احنا خارجيا مصر عامله عظمه، اقسم بالله مصر عامله عظمه. لما في مؤتمر شرم الشيخ لما جابت العالم كله بترامب باردوغان بالدنيا كلها عشان يمضوا على اتفاقيه السلام ووقف اطلاق النار في غزه، عظمه. مصر عامله عظمه في المتحف،
اتفرج على المتحف ده اديله بس فرصه كده الايام اللي جايه ولا السنين يعني اللي جايه سنتين ثلاثه، وهيبقى احسن متحف في العالم. بيجي له السياح من جميع انحاء العالم. احنا حضاره يا جماعه كبيره. ليه بتعملوا كده؟ ليه داخليا بتعملوا كده؟ بتشتروا يعني ليه بتبيعوا مجلس النواب؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما تخلي اللي ينزل وياخد اصوات الدائري ما ينجح. ايه المشكله؟ ده ما بيحصلش زمان وما بيحصلش دلوقتي، بس المره دي حقيقه ريحه فجه قوي وريحه وحشه قوي بقى، الموضوع علني. وبعدين انا بسال نفسي سؤال برضو، هو الفلوس دي بتروح فين؟ يعني مثلا حزب مستقبل الوطن لمم له في الموضوع ده 2 3 مليار جنيه، بيروحوا فين؟ الحزب بيروحوا لمين يا جماعه؟ انتوا بتضروا الوطن، والشعارات ما بقاش المصريين ياكلوا منها. القائمه الوطنيه، حزب مستقبل وطن، حماة الوطن. الوطن شعبه ما بيثقش فيكم. كل دي شعارات، كل ده كلام، وانا قلت كلمتين ورزق على الله. مجلس النواب ده ريحته وحشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.